السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة سنة تالتة إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. أهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض كل تدريبات يونت 3 زي ما تعودنا. بقى هنراجع الأول بسرعة على اليونت وبعد كده نحل التدريبات اللي عليها. تعالوا بينا كده نبدأ بسرعة ونفتكر مع بعض أهم الحاجات اللي خدناها في يونت 3. طبعا خدنا بعض الكلمات زي مثلا كلمة celebrate معناها يحتفل، festival مهرجان، special خاص، represent يمثل، papyrus معناه ورق البردي، freezer طبعا المجمد أو الفريزر يعني، cherry trees معناها أشجار الكريز، activities أنشطة، free مجاني أو بدون مقابل، parade عرض، colorful ملون أو زاهي، حاجة كده كلها ألوان، زي مثلا الصفحة هنا كده مليانة ألوان. بعد كده special meal وجبة خاصة، bright colors يعني ألوان ساطعة، competition مسابقة، preserve معناها يحفظ، breeze نسيم، lantern فانوس، decorate يزين أو يزخرف، fireworks ألعاب نارية، congratulations معناها تهانينا أو مبروك، customs زي للمناسبات الخاصة، envelope معناه ظرف، traditionally معناها تقليدي، dress up يرتدي ملابس تنكرية زي الناس اللي بتلبس كده لبس تنكري في الهالوين، conclusion خلاصة أو خاتمة، summarize بتلخص الدرس مثلا زي اليونت مثلا أو الفيديو بتاع النهاردة. احنا بنعمل summarize لليونت كلها، بنلخص اليونت كلها. Thanksgiving Day عيد الشكر، seasons معناها مواسم أو فصول السنة. تعالوا بينا نشوف الريدنج اللي معانا. هاي منى، you asked me to tell you what my brothers and I do on Mother's Day. انت يا منى او انت سألتيني يا منى احنا بنعمل ايه انا واخواتي في عيد الام. in England طبعا في انجلترا. First of all اولا we make mom a card to thank her for all the things she has done for us. اول حاجه خالص احنا بنكتب كده كارت صغير او جواب بنشكر فيه والدتنا على كل الحاجات الجميله اللي هي عملتها لينا. next we make her a nice breakfast. بعد كده بنعمل لها الفطار، وبنعمل لها فطار روح. زي ما انتم شايفين ترتيب الاحداث او ترتيب الحاجات اللي هو بيقولها. first of all اول حاجه، next بعد كده، afterwards بعد next بعد الحاجه الثالثه يعني. we give her our card before we go to our grandparents house. بنديها بقى الكارت اللي احنا جهزناه ده. after we come home from our grandparents house we make mom a cup of tea. بعد كده بنعمل لها كوباية شاي. at dinner في العشاء بقى we give her a small present or some flowers. اللي جايب هدية بقى بيديها لها، واللي جايب ورد بيديها لها. my mother always likes mother's day. طبعا أمهم دايما بتحب يوم عيد الأم. best wishes أوليفا. مع أطيب التمنيات مين؟ أوليفا. تعالوا كده اما نكمل ونفتكر مع بعض القواعد اللي خدناها في اليونت ديت. خدنا صيغة المبني للمجهول في المضارع والماضي البسيط. صيغة المبني للمجهول الباسيف في الماضي والمضارع البسيط. فقلنا مثلا جملة زي people cook eggs in a big pan. الناس بتعمل الناس بتطبخ البيض في في إناء أو في حلة مثلا كبيرة. طيب لو عايز اعمل الباسيف بتاع الجمله دي قلت لك بتعمل ايه؟ افتكر معايا كده. اول حاجه بتحدد بتحدد الفعل، تعرف الفعل ده في زمن فطبعا الفعل اللي قدامنا ده في زمن زمن المضارع البسيط. تمام. بعد كده بعمل بعد كده بحدد الفاعل والمفعول. ازاي يا مستر؟ الفعل دوت اسمه الفعل ده كوك يعني يطبخ. مين اللي بيطبخ؟ هتلاقي نفسك سهم كده جه على على بيبل، يبقى ده اللي بيطبخ، يبقى ده الاس. طيب بيطبخ هتلاقي سهم جه كده اللي هو البيض، بيطبخ البيض، يبقى ده الاو. تمام. بعد كده بنعمل بعد كده بنبدأ بالاو. وبعد كده مش احنا حددنا الزمن ده وعرفنا ان ده زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط مع الباسيف بنعمل فيه بنستخدم verb to be am و is و are، وبعد كده البي بي. ادي verb to be اللي هو are. طب ليه يا مستر are؟ علشان اكس هنا جمع، اكس هنا اللي هنبدأ بيها هتكون جمع. وبعد كده التصريف الثالث من الفعل الأصلي اللي عندنا، وبعد كده بنكمل الجملة بس كده.
تمام. نفس الكلام هنا she doesn't send an email، يبقى an email is not sent by her. طب ليه هنا ما استخدمناش يا مستر doesn't وكده؟ عشان احنا اصلا عايزين ايه verb to be، فهو اللي هننفيه هيكون verb to be. Do they eat special foods at the festivals or special foods eaten؟ شايفين نفس الفكرة، بس هنا في السؤال بدأنا بإيه؟ في السؤال بدأنا بverb to be، في النفي نفينا بverb to be. وبعد كده الأو طبعا الأو عرفناها منين؟ eat بياكلوا إيه؟ بياكلوا السبيشال فودز، تمام؟ يبقى ده كان الأو، آدي الأو هنا أهي. وبعد كده التصريف الثالث at the festivals. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للمضارع البسيط، هو بالظبط الماضي البسيط، بس بدل verb to be am with وار هيبقى was وإيه؟ was were. تمام؟ بعد كده تعالوا نشوف اللانجوج functions. فعندنا هنا إيه زي ما شفنا من شوية الترتيب first of all next afterwards after وهكذا وهكذا. تمام؟ فطبعا الترتيب ده بنستخدمه واحنا إيه بنكتب الباراجراف أو احنا بنكتب الإيميل. تعالوا اما ندخل على الجزء اللي بعد كده عندنا القصة. وطبعا بنهاية الجزء دوت تكون انت المفروض مخلص تشابتر 1، مخلصه بالكامل يعني كده، وتكون مقفله حلو، وتكون انت كده خلصت تلت المنهج سواء في اليونتات او في القصة. هنا بيقول لنا ايه؟ Ginger needed people to understand that a horse is not a machine. جينجر كانت عايزة ان الناس تفهم ان الحصان ده مش ايه، مش آلة. Ginger's behavior changed after the good treatment of John and Square Gordon. طبعا معاملتها او تعاملها اتغير بعد التعامل الجيد من مين؟ من جون مانلي وسكوير جوردن. Ginger respected Square Gordon as he was angry with the man who hit the horse. فاكرين؟ طبعا هي كانت بتحترمه واحترمته جدا عشان هو كان متعصب على الراجل اللي ضرب الحصان. So she stopped kicking، علشان كده هي توقفت على الركل لأنها شافت إن الراجل ده راجل محترم. Mary Legs behaved strangely one day and threw some boys on the ground to teach them a lesson. يبقى مين اللي كان عايز يدي الأولاد lesson؟ ده إيه؟ Mary Legs. Beauty thought that Ginger was thoughtful but her bad owners made her kick and bite. ده كان ظن أو كانت رؤية بلاك بيوتي عن مين؟ عن جينجر، إن هي إيه؟ إن هي والله كويسة جدا، بس المشكلة إن هي عانت مع الناس اللي قبل كده أو الملاك القدامى، كانوا بيخلوها إيه؟ بيضربوها وكده، فكانوا إيه؟ خلوا إن هي تعض وتركل. Ginger suggested that Mary Legs should kick them but he refused not to be sold to unkind owner. يعني ايه؟ يعني جينجر اقترحت على ميري ليجز، قالت له ده انت المفروض كنت ايه؟ كنت ركلتهم، كنت بهدلتهم خالص، لكن هو رفض ده. ليه طيب؟ علشان ما يتباعش، ما هو ممكن بعد كده يتباع لناس ايه؟ لناس وحشين، مش ناس زي سكوير جوردن كده، ناس محترمة. فبس دي كده الجزء اللي كان عندنا النهاردة، وطبعا دي الكلمات اللي موجودة فيه. تعالوا بعد كده ندخل بقى على التدريبات اللي معانا. The ancient Egyptians used نقط for writing in the past. طبعا ايه؟ papyrus، ورق البردي. نقط is an important day with lots of activities and beautiful shows. طبعا festival. To keep food put it in the in the freezer. When is شم النسيم؟ نقط in April or May. طبعا celebrated، بيحتفل بيه. March نقط the celebration of Mother's Day in Egypt. طبعا March ايه؟ March represents، يعتبر هو ايه؟ او بيوعد. When you eat without having to pay any money it means it's ايه؟ it's طبعا free، حاجة مجانية. When do people نقط the new year in your country؟ when do people ايه؟ celebrate. Which of the following is the opposite of outside؟ طبعا inside، سهل خالص. Do you know who نقط the radio؟ who invented، اخترع، طبعا مش invited ديت دعا. Spring begins when flowers نقط on trees. طبعا ايه؟ appear، لما بتبدأ تظهر على الشجر. Spring is a or an نقط time of the year. طبعا ايه؟ special time، ده وقت مميز في السنة. نقط are big pots used for cooking different foods. طبعا دي ايه؟ دي البانز. Light shirts are نقط in summer are ايه؟ are worn، بيتم لبسهم في الصيف لأنها طبعا بتعكس أشعة الشمس. His ideas are always نقط they are wonderful. طبعا بما انهم wonderful يبقى ايه؟ عايزين كلمة بنفس معنى wonderful اللي هي fantastic. Doing school نقط help students learn better. طبعا activities، doing school activities
ان انت بتقوم بالانشطه المدرسيه بتخلي الطلبه ايه بتقدر ان هي تذاكر افضل. in بوسنا they give eggs to people not free. طبعا حرف الجر اللي بيجي قبل free هو ايه for free. I started not English 20 years ago. طبعا start بيجي وراها ايه بيجي وراها الفيرب بلس ing. start بيجي وراها الفيرب بلس ing. تعالوا ما نكمل. 2 people suffered from coronavirus in the USA to ايه 2 million. 2 مليون. قلنا المليون او 1000 او الرقم يعني اللي هيجي ورا الرقم ده مش هيتجمع، اما الحاجه اللي وراه دي هي اللي بتيجي ايه هي اللي بتيجي جمع. In some countries there is a نقط flower festival in spring. There is a mouse long flower festival in spring. تعالوا ما نكمل ونشوف بعد كده الجزء الخاص بالجرامر. In Australia the start of spring نقط in September every year. طبعا is celebrated لأن ده passive وخلي بالك every year يبقى احنا هنا بنتكلم في ايه في الماضي البسيط. تمام. in the past في الماضي fish نقط every day. طالما قال لك in the past يبقى طبعا ايه was caught لأن ده برضه ده passive. السمك هو السمك هو اللي بيصطاد ولا هو اللي بيتم اصطياده؟ هو اللي بيتم اصطياده. coats نقط in winter by people. نفس الفكرة. هو الجواكت هي اللي بتلبس ولا هي اللي بيتم لبسها؟ هي اللي بيتم لبسها يبقى برضو ايه يبقى برضو باسيف، والمرة دي هيكون باسيف في المضارع البسيط يبقى are worn. This short story is not in simple English. is التصريف الثالث written. The first Olympic Games not in Greece in 776 BC. طبعا ده تاريخ في الماضي فطبعا دي كده مش معانا وطبعا دي كمان مش معانا. يا ترى were holding ولا were held؟ طبعا برضو الاي ان جي مش معانا يبقى الاجابه سي. ليه؟ لاننا بنتعامل مع يا اما verb to be طبعا في الماضي عشان احنا بنتكلم في الماضي، والبي بي مفيش اي ان جي خالص، فانت ممكن تاخدها بالاستبعاد سهله جدا، وكل دي اسئله امتحانات زي ما انتم شايفين. بعد كده mobiles not everywhere طبعا هتكون ايه are used سهله خالص. رقم 7 how نقط fish preserved in the past طبعا بيتكلم في الماضي يبقى عندنا verb to be في الماضي اللي هو was. بعد كده the museum نقط 70 years ago نفس الفكرة، شيل الاي ان جي شيل الفيرب دوت لانه ده في المضارع يبقى اتفضل لنا بي. سهلة خالص. who was the first car نقط boy invented by عشان هنا عايزين البي بي. boiled eggs نقط for breakfast طبعا ايه are eaten بيتم اكلها. تعالوا ما نشوف بعد كده rewrite people cook eggs in big pans. عايزين هنا نستخدم are، طبعا ده المثال اللي كان عندنا اساسا في الشرح من شويه، فعايزين نستخدم are. معنى كده ايه ان احنا نعمله في الباسيف. تعالوا نعمله في الباسيف. eggs are cooked in big pans. عملنا ايه زي ما قلت لكم بقى، ولا خلينا نشرح على مثال عشان احنا شرحنا المثال ده من شويه. تعالوا نشرح المثال التاني. مثلا tourists take many photos of the pyramids. هنا جايب لنا ايه taken. يعني ايه taken؟ يعني البي بي، يعني كأنه بيقول لك ايه حولها لباسف. نفس الفكرة عندك هنا take ده في زمن ايه زمن المضارع البسيط، يبقى انت كده هتستخدم verb to be في المضارع البسيط. تمام. طيب عايزين بقى نعرف هنا take دي يعني ايه يأخذ. هو مين اللي بيأخذ؟ السياح، يبقى السياح هم الايه هم الاس. طب بياخدوا ايه many photos بياخدوا صور كتير، يبقى دي ايه الاو. يبقى لما نيجي هنبدأ بايه؟ هنبدأ بفوتوز بس؟ لا. بميني بس؟ لا، بالاتنين على بعض. يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون ايه many photos. تمام. of the pyramids مثلا ممكن نكملها للآخر خالص of the pyramids. بعد كده طبعا الصور دي مفرد ولا جمع؟ الصور دي جمع، فهتاخد ايه هتاخد اور. وبعد كده الفعل اللي كان عندنا هنا نجيب منه التصريف الثالث اللي هو اصلا مديهولي اهو، وبعد كده باي وايه والاس اللي كانت عندنا اللي هي التورس. سهله خالص. The secretary didn't write the letter last week يبقى ايه الاسبوع اللي فات، يبقى احنا هنا بقى نتكلم على الماضي. وكاتب لك the letter زي ما انتم شايفين هنا كده ايه ان انت ده الحرف الكابيتال يعني انت هتبدا بيها. تمام. فبرضه نفس الفكره بيقول لك ايه ان انت هتستخدم الباسيف، بس بدل ما تنفي بديدنت هتنفي بايه هتنفي بوزنت. يبقى the letter wasn't written ايه last week.
celebrated برضو نفس الفكرة، كلهم نفس الكلام يعني، بس هنا عايزك تركز على الحاجات اللي أنا بعلم لك عليها دي، إن هنا في do يبقى ده زمن إيه؟ زمن المضارع البسيط. طالما حددت الزمن خلاص الموضوع سهل، لو أنت اتفرجت على الشرح خلاص كده تقدر إن أنت تجاوب على أي سؤال. تعالوا ما نجاوب بقى. How is New York celebrated in China؟ بعد كده in festivals people eat special foods. عايزين هنا برضو eat نفس الكلام بالظبط، وطبعا هنا عندنا eat اهيت، واضح ان دي في زمن المضارع البسيط، فبرضو خالص سهلة مفيهاش اي فكرة خالص. جرام بيل invented the telephone، طبعا دي في زمن الماضي البسيط. عايزين هنا باي برضو يبقى في يبقى عايز الباسيف في الماضي البسيط was were. تمام ادي was اهي. Do you do your homework؟ عايز is برضه نفس الفكرة، عايزين باسيف، وطبعا باسيف في زمن المضارع البسيط، يبقى is your homework done by you. سهل جدا، is your homework done by ايه؟ by you. صلاح scored 3 goals. صلاح سجل ايه؟ 3 اهداف. بيقول لك ابدأ ب 3، يعني ابدأ ب 3 goals. طبعا هنا scored في زمن الماضي البسيط يبقى was أو were. طبعا لما هتبدأ ب3 اهداف، 3 اهداف دي جمع، فهتبقى ايه؟ were. يبقى 3 goals were scored by مين؟ by صلاح. هنا were the blankets dusted by سارة. خلي بالك هنا بقى العكس بقى، من passive لأكتف، من passive لأكتف. فهنا بيقول لك were the blankets dusted by سارة. هيبقى السؤال ايه؟ did سارة dust the ايه؟ the blankets. did سارة. هنرجع الجملة بقى لأصلها. طيب بترجع الجملة لأصلها ازاي يا مستر؟ طبعا احنا بنبدأ بديد، بعد ديد بنجيب الفاعل، بعد الفاعل بنجيب الفعل في المصدر، وبعد كده تكملة الجملة. ادي ديد، ادي الفاعل. طب الفاعل ده اللي هجيبه منين يا مستر؟ اللي هو بعد باي. تمام. بعد كده الفعل في المصدر، عشان طبعا هنا في ديد اللي هو ده dust اهو. وبعد كده تكملة الجملة بقى. يوسف didn't watch TV. عايزين هنا ايه؟ wasn't، يبقى برضه نفس الفكرة، هو عايز باسيف، يبقى TV wasn't watched by ايه؟ by يوسف. تعالوا ما نكمل ونشوف بعد كده المحادثة اللي معانا ديت والجنرال اكسرسايز على lesson 1 و 2. Which season do you like most؟ طبعا هنا بيتكلم على ايه؟ على السبرينج، على الربيع. قال له spring is my favorite نقط، وبعد كده سأله سؤال، ده جاوب. بعد كده قال له ايه؟ it's my best season too. يبقى معنى كده ان هو ايه؟ قال له ان هو كمان بيحب مين؟ بيحب فصل الربيع. يبقى ده هيكون سؤاله ايه؟ what about you؟ طب وانت ايه اكتر واحد بتحبه؟ فبرضه بما انه قال له ان ده افضل حاجة هو كمان ايضا، يبقى هو كمان بيحب ايه؟ بيحب السبرينج، بيحب الربيع، يبقى spring. بعد كده سأله سؤال، قال له I celebrate it by going to the gardens. يبقى هو سأله انت بتحتفل بيه ازاي؟ يبقى how do you celebrate it؟ how do you celebrate it؟ بعد كده what do you do there؟ طب انت بتعمل ايه هناك؟ جاوب عليه. وبعد كده قال له ايه؟ but we don't pick flowers. يبقى ان هما بيروحوا فين؟ طبعا flowers بتكون موجودة فين؟ في الحدائق. يبقى we play in the park. we play in the park، احنا بنلعب في الحديقة. yes it's a forbidden. You can enjoy sitting in some parks in شم النسيم for نقط. You don't have to pay for a for free. سهلة خالص. My sister wrote a great نقط for the school's magazine. A great a article يعني مقالة. In our family Mother's Day is always celebrated. بيتم الاحتفال بيه. The flowers in the spring نقط the new life after winter represent يعني بتوضح أو بتعرض. My favorite نقط is عيد الفطر. طبعا my favorite ايه؟ my favorite festival. المهرجان او الايفنت او الحدث الافضل بالنسبة لي هو عيد الفطر. نقط is email sent by سلمى. yes سلمى always ايه؟ always does. خلي بالك ايه؟ always does. يبقى احنا في زمن ايه؟ زمن المضارع البسيط، يبقى طبعا ايه؟ وطبعا الايميل هنا مفرد يبقى هناخد is. تعال اما نكمل. محمد صلاح scored 70 goals for ليفربول. بيقول لك هنا where. طبعا where يعني ايه؟ يعني استخدم زمن او استخدم الباسيف. تمام. هتعمل ايه؟ هتبدأ ب 70 goals وبعد كده were scored by مين؟ by محمد صلاح. 70 goals were scored for مثلا ليفربول by محمد صلاح. بعد كده they didn't tell us the bad news wasn't. نفس الفكرة بس هتبدأ بإيه؟ the bad news. The bad news wasn't told to us. The bad news wasn't told to us. Did عمر write the letter؟ بيقول لك was برضه عايز الباسيف، يبقى was the letter written by إيه؟ by عمر.
كل الفكرة ان انت بتعمل ايه؟ بتعكس. هنا كان في did وراها الفاعل، هنا هيبقى في was او were وراها ايه؟ وراها المفعول. طبعا كان عندك هنا الفعل في المصدر، هيبقى عندك هنا الفعل في التصريف التالت. تمام. طبعا عندنا هنا ايه برضو علامة استفهام. بعد كده عندنا باراجراف عن الفيستيفالز، وهتلاقوه بقى موجود في اخر الكتاب، وده من الباراجرافات المهمة جدا، وجه فعلا في محافظة الغربية وهو سنة 2019، فلازم ان انتم تبصوا عليه وتحاولوا ان انتم تكتبوا زيه. تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء اللي معانا بعد كده. اول سؤال بيقول during Ramadan nights children like to decorate the streets with ايه؟ طبعا lanterns يعني الفوانيس. نقط is a very soft wind طبعا breeze النسيم. during نقط people wear colorful costumes طبعا during ايه؟ parades يعني العروض. my mother made our house look nice she نقط it decorated it يعني زينته. after the match young people lit ايه؟ lit طبعا fireworks الألعاب النارية. لما بيحصل مثلا أي انتصار للمنتخب أو للأهلي أو الفرق الكبيرة، دايما بتلاقي الناس تخرج في الشوارع وتولع ايه؟ fireworks ألعاب نارية. in China children are given red نقط that contain money on the day of the new year طبعا ايه؟ envelopes يعني مظروف أو الظرف يعني بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه فلوس. at نقط there were fireworks to welcome the new year طبعا at midnight. علياء is my نقط she lives in the flat next to mine طبعا لما حد بيعيش في الشقة اللي جنبك ده يبقى النيبر الجار. in China there are parades when people wear colorful ايه؟ colorful طبعا customs يعني الزي يعني الزي بتاعهم بيكون زي ملون. how long does the summer holiday last يعني الأجازة الصيفية بتقعد قد إيه؟ عيد الفطر is not to celebrate the end of Ramadan. عيد الفطر is held to celebrate يعني بيتم للاحتفال بنهاية رمضان. فسيخ is fish which is dried with a with salt بالملح. we congratulated here نقط winning surprise طبعا congratulate فلان ايه on congratulate فلان on. This tradition also dates not to ancient Egyptian time طبعا back. This tradition also dates back يعني يعود ايه؟ يعود لزمن الفراعنة. We not food in the fridge طبعا we keep food in the fridge. تعالوا ما نكمل. Your friend asks you what you do at New Year. انت بتعمل ايه في اجازة او في يعني الكريسماس يعني الفترة اللي احنا فيها ديت. خلي بالك ان هنا ايه؟ صاحبك اللي بيسألك، عشان في ناس بتشوف كلمة ask تقوم ايه؟ سأل على طول. فانت هنا هتقول انت جملة مش هتقول سؤال. فهنقول مثلا ايه؟ at New Year we decorate our homes. في راس السنة احنا بنزين البيت بتاعنا. هنا بقى you are asked what you find in the sky on festivals. انت اتسألت ايه اللي موجود في السماء او ايه اللي انت بتشوفه في السماء في الفيستيفالز في المهرجانات. برضو هتجاوب بجملة. انت اتسألت فانت هتجاوب بقى I find beautiful fireworks in the sky on festivals. تمام. you tell a friend what you did last Saturday at midnight. ده هتخبر صديقك انت عملت ايه اليوم السبت اللي فات في نص اليوم. طبعا هقول مثلا I read a short story at midday last Saturday. أنا قريت قصة قصيرة في وسط اليوم يعني الساعة 12 الظهر كده إيه last Saturday. تعالوا ما نشوف آخر جزء معانا. A tourist is talking to Samir about the day of شم النسيم. في سائح بيتكلم مع سمير عن يوم شم النسيم. Hi, I would like to know some information about شم النسيم. Do Egyptians enjoy the fresh spring air on this day؟ هل المصريين يعني بيتمتعوا بالهواء النقي بتاع الربيع في اليوم ده؟ قال له هلو سير، وبعد كده قام مجاوبه. قام التورست سأله سؤال تاني قال له people usually have picnics in parks or along the Nile. طبعا لما قال له هلو سير اكيد ايه؟ اكيد المصريين بيستمتعوا، يبقى يس زيدوا. بعد كده التورست سأله سؤال فكانت الإجابة people usually have picnics in parks or along the Nile. يبقى هم بيروحوا ايه فين او هم بيعملوا ايه. what do people do on that day؟ what do people do؟ هم الناس بيعملوا ايه في اليوم ده. فقال له الناس ايه؟ يعني يا اما بيتنزهوا في الحدائق يا اما ايه؟ على النيل. what do they eat for lunch on this day؟ طبعا ايه؟ they eat فسيخ، طبعا الاكل الرسمية بتاعت شم النسيم.
بعد كده التورست سأله سؤال، فهنا قال له ايه فسيخ السالتد فيش. طبعا هو ما يعرفش يعني ايه فسيخ، فيقول له ايه هو الفسيخ ده، وات از فسيخ، يعني ايه فسيخ، فقال له ان الفسيخ ده ايه salted fish، سمك مملح. A friend asks you what your parents gave you for عيد الفطر. صاحبك بيسألك اهلك ادولك ايه في عيد الفطر، فهقول مثلا my parents gave me money for عيد الفطر. تمام. my parents gave me money for عيد الفطر. You are asked about the steps to preserve fresh fish. خلي بالك برضو انت اتسألت يبقى انت هتجاوب بقى. فهنا اقول مثلا first fish is put in big pots then we add salt on it. تمام. نعرف برضو الجملة دي ونعرف السؤال ده كويس. A tourist asks you how to celebrate شم النسيم. هنا برضو سايح بيسألك فانت برضو هتجاوب. فاقول ان شم النسيم مثلا we go to the park and eat فسيخ. There are fireworks and the sky is not with color. طبعا full ايه او filled with ايه with color، يعني مليانة بالالوان. In Egypt people use salt on نقط fish to preserve it. on طبعا ايه on fresh fish. اهو لسه شايفينها برضو من شوية هنا fresh fish اهي. احنا بنعمل ايه علشان نعمل له preserve. بعد كده when we decorate eggs for شم النسيم we try to use نقط colors from plants. طبعا we try to to use natural colors، يعني ألوان طبيعية. عيد الفطر is held after the طبعا end of رمضان، بعد نهاية رمضان. when we stand on the beach we can feel a breeze، يعني النسيم بتاع البحر. fish نقط in special freezers. طبعا عايز اقول ان السمك بيتم حفظه يبقى ايه is kept طبعا passive. why do people preserve fish. هنا عايزين is، فبرضه هنا عايزين الباسيف نفس الفكرة بالظبط. نحط why عادي زي ما هي، بدل do هتبقى is. بدل ما كان عندنا هنا الفاعل هشوف المفعول اللي هو fish واحطه وبعد كده البي بي. هنا the carpenter makes tables of wood. هنا عايزين tables يعني عايزين passive. طبعا ده زمن المضارع البسيط، سهلة خلاص بقى عرفناها. tables are made. tables ببدأ بيها وبعد كده طبعا tables دي جمع فبيبقى are مش is. بعد كده الفعل اللي كان عندنا اللي هو make بجيب منه التصريف التالت اللي هو made. تمام. واكمل الجملة بتاعتي عادي خالص. وبعد كده by وادي هنا the carpenter اللي هو كان الفاعل. They didn't visit the zoo last week. بيقول لك wasn't، فنفس الفكرة هو عايزك برضو تستخدم تستخدم الباسيف. هنبدأ بمين؟ ب the zoo. يبقى the zoo wasn't visited by them. The zoo wasn't visited last week مثلا by them. يعني بصوا الباسيف ده من أسهل الحاجات خالص اللي ممكن تذاكرها، لكن تمشي بالخطوات اللي أنا كنت قلتها في الشرح. الأول بحدد الفعل عشان أعرف ده زمن إيه. طبعا أهو didn't visit ده زمن إيه؟ زمن الماضي. بعد كده بحدد الفاعل الاس والاو، أهم حاجة بحدد الاس والاو. وبعد كده ببدأ إن أنا أحول الجملة بتاعتي. آخر حاجة هو عايز هنا باراجراف على عيد الفطر أو عايز إيميل على عيد الفطر وموجود في نهاية الكتاب، فياريت تبقوا تبصوا عليه. وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، خلصنا كده تلت المنهج بالكامل. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية على خير. ذاكروا الثلاث يونتات كويس جدا جدا عشان تكونوا مقفلينهم بصورة كويسة وما تحتاجوش ان انتم بقى ترجعوا لهم الا يعني خلاص بقى وانتم بتحلوا الامتحانات. وطبعا معاهم تشابتر 1 في 3 مراجعات على القناة، يعني في غاية الأهمية، مهمين جدا جدا ونفعوا الناس اللي كانت في السنين اللي فاتت متابعة معانا على القناة. فأتمنى ان انتوا كمان تتابعوهم، وكمان هننزل لكم مراجعة رابعة بإذن الله جديدة للسنة بتاعتكم. فتعالوا ما نشوف ازاي ان احنا نقدر نوصل للمراجعات دي. زي ما انتم شايفين دي القناة بتاعتنا، لو كتبت في البحث اشرح لي هتظهر لك القناة، فطبعا تدخل عليها هتنزل كده لغاية لما تلاقي تالتة اعدادي، هتلاقي هنا شرح انجليزي تالتة اعدادي. ادخل على view full playlist، هتلاقي عندك هنا بقى كل حاجة تخص المنهج بتاعك. زي ما انتم شايفين كده عندنا هنا يونت 1 وبعد كده التدريبات بتاعته، يونت 2 وعندنا القصة وعندنا تدريبات يونت 2 وبعد كده يونت 3. نبدأ بقى الحاجات منين؟ من أول هنا 3 مراجعات مهمين جدا من أول هنا على ال3 وحدات ده وده على تشابتر 1 بالكامل، وده 3 امتحانات كاملين على ال3 يونتات دول. وبإذن الله هيكون بعدهم هنا كده في فيديو كمان رابع على ال3 يونتات، ده هيكون الفيديو الجاي بإذن الله اللي هننزله ليكم.
بس كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا بتستفيدوا من القناة وترشحوا دايما الفيديوهات ديت لاكبر عدد من زمايلكم، عشان طبعا يكون ده تشجيع لينا ان احنا نستمر معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.